500 جنيه. كتر خيره. بس انا متضايقه قوي. ليه يا سمية؟ انا حاسه ان انا خدت منه حسنه. لا يا حبيبتي، على رأيه ياما كسب من ورا ابوكي ولسه واخد 2000 جنيه. طب وماما عفاف هنقول لها ولا لا؟ لا اوعي تقولي لها. مش بايخه لو خبينا عليها؟ لا مش بايخه. وبعدين نقول لها ان احنا ما رضيناش نقول لك عشان ما نخليكيش تدفعيهم. معاك حق، هي لو كانت عرفت كانت هتدبر لي المبلغ باي طريقه. واخوها كمان لو كان عرف كان هيدفعهم زي ما دفع ال 2000 جنيه للمحامي. اخوها ده انسان كويس قوي. ايه ده يا سمية، انت اشتريتي بكل الفلوس كتب؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه بقى؟ مش كانت لازماني تشتري كتاب واحد والباقي نتصرف فيه. لا، كتبي تبقى ملكي احسن. ما فكرتيش طب تجيبي لنفسك اي حاجه؟ مش عايزه حاجه، انا الحمد لله قبل ما يموت بابا كان جايب لي شويه هدوم مش بطاله، ده غير الفستان اللي ماما عفاف جابته لي. وما تنسيش اني قعدت فتره البس اسود. على فكره انت قنوعه قوي. الحمد لله اني قنوعه. لو ما كنتش قنوعه بقى قولي لي كنت هعمل ايه؟ ما انت لو بتفكري كويس كنت عشتي مرتاحه ماديا على الاخر. ازاي؟ انك تتجوزي الدكتور سعيد، لا هتعوزي هدوء ولا هتعوزي كتب. وبعدين يا نجوى؟ بصي بقى، ما انا هفضل وراكي لغايه ما اعرف انت ليه بترفضيه. انا رافضه الجواز لغايه ما اخلص. اوكي، حتى لو لغايه ما تخلصي هو هيساعدك وهيديكي كتبه. لا، اهم من ده كله انه كان هيديني سعاده ما بعدها سعاده. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا منى؟ انا جاي اقول لك كلمتين قبل ما تنام. اتفضلي. خير؟ يعني انا عارفه دلوقتي انك انت بتشتغل وعندك مصاريف كتيره علشان خاطب وبتكسب، بس انا لا شايفه لا ابيض ولا اسود. تقدر تقول لي بقى انت هتتجوز ازاي؟ هتجوز ازاي؟ اذا كان انا شايل لغايه دلوقتي عند حماية ابو حنان حوالي كده 7800 جنيه. شايلهم عنده؟ وما شلتهمش معايا انا ليه؟ ايه يا واد؟ انت مش مستأمني؟ تستأمن الغريب وما تستأمنش امك وبتضحك كمان. حبيبتي فهميني بس فهميني، انا كان لازم اعمل معاه كده عشان يطمن لي، والا كان ممكن يرفض يجوزها لي. يعني هو دلوقتي عارف ان انا عارفه انك انت بتشيل معاه الفلوس؟ ايوه يا ستي، عارف ان انت عارفه ان انا بشيل معاه الفلوس، ولما سالني ما شلتهاش مع امك ليه قلت له ما حضرتك دلوقتي كبرنا يعني ومكان المرحوم ابونا. انا بقى مش مطمنه. يا حبيبتي اطمني انت بس، هو يعني هينكرهم؟ والله انا لا مطمنه لشغلك ولا مطمنه لجوازتك. يا حبيبه قلبي، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. بطاطس، بتنجان، ديليفري، اللي انت عايزاه تعمليه. معلبات، خليها معلبات النهارده. ما انا عارف ان انت تعبانه، ما واضح قدامي وبتتكلمي بالرقم البيت، مش كده؟ خلاص يا حبيبتي ولا يهمك اي حاجه. نفسي غم عليكي. الله، دخلنا اهو، ها، مرحله الخطر. مبروك يا حبيبتي. طبعا يا مها، نفسي في عيل طبعا. عيل يملى علينا البيت كده وينادي يقول يا بابا يا ماما. برضه يعني عيله. طب يا حبيبتي، وانت كمان خلي بالك من نفسك. يلا باي باي. شفتي؟ عرفتي يا حاجه؟ عرفتي يا سعاد؟ خير، في ايه؟ مها كلمتني في التليفون وبتقول انها حامل. يا اختي يا الف بركه، مبروك. الله يبارك فيكي. يا سلام، انا دلوقتي بقى ارتحت. كويس، الحمد لله انها حملت، دي بقى لها مده متجوزه. ايوه بس هم كانوا متفقين انهم ما يخلفوش الا بعد 3 سنين، لكن بقى لما اصطلحوا مع بعض سابوا نفسهم. الحمد لله ان ربنا هداهم. عقبال يا اختي لما تشيلي ولاد خالد. يوه، خالد فين والجواز فين؟ ده لسه بدري. فين على بال ما يجهز الشقه ولوازمها؟ ربنا معاه. انا مش عارفه بس هو استعجل ليه وخطب؟ قلبه يحبها قال وخايف لحسن تطير منه. لكن من ناحيتي انا مش عايزاه يتجوز دلوقتي، لسه بدري. ايه مالك يا خالد؟ شغال مش على بعضك كده ليه؟ لا ابدا يا اسطى. لا بس انا شايفك كده جواك كلام عاوز تقوله ومش عارف. بس يا اسطى بصراحه يعني كنت بسال يعني
هم الجماعه اخبارهم ايه؟ جماعة مين؟ الجماعه اصحاب. بقول لك ايه؟ بلاش تجيب سيرة كلمة الجماعة دول، ها؟ حد يسمعك يفتكر انهم جماعة من اياهم. لا والله العظيم ما اقصد، ده انا كنت بس بسال ازيهم. كويسين وبخير وبيسلموا عليك. طيب بصراحه يعني اصل هو زي ما انت فاهم يعني اتكلم. بقالهم فتره يعني. لا اطمن، هما دلوقتي مشغولين بناس غيرك. ناس غيري؟ ايوه ناس غيرك، ما هو لازم يدفعوا برضه، الناس محتاجين زيك. والله يا اسطى انا خايف. خايف من ايه؟ خايف لا يخلوا بيا. ده انا واعد ابو حنان وبقالهم شهرين ما بعتوش ولا مليم. اطمن، يومين ثلاثة كده ويوصلك دفعة. لا صحيح يا اسطى، هو انت ما بتروحش الجامعه؟ لا بروح. ليه السؤال الغريب ده؟ ها؟ لا ولا حاجه، اصلك يعني ما بتاخدنيش معاك اصلي وكده يعني، برضه يمكن ربنا يكرمني واسمع لي كلمتين حلوين. ايه ده؟ ايه الهدى والنور اللي انت فيه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ولا قصدك يعني حد منهم يكون هناك ويشوفك ويفتكرك؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا اسطى. انا اقول لك شهر وزيادة واخويا ما جاش، يا ترى ايه اللي اخره؟ هو متعود يجي كده على طول؟ زمان لا، لكن من ساعة ما مات المرحوم وهو ما بيسيبنيش ابدا. ربنا يخليه، طيب وحنين. الحقيقة هو طيب قوي. مش كده برضه يا ست سعاد؟ طبعا كده. اللي قولي لي يا اختي، انت على طول ساكتة كده ولا هنا بس؟ اتكلم بس اقول ايه ست عزيزه؟ يا اختي اتكلمي زي ما احنا بنتكلم، هو الكلام بيخلص؟ ولا انت عاوزة تورينا ان انت عاقلة يعني وساكتة؟ يا ست عزيزة، هي صحيح كلامها قليل بس ده طبع. اهي قالت لك الحاجه، ده طبعي كده. يا ألف أهلا وسهلا، يا ألف مرحب. يا أختي هي بترحب بمين دي؟ باين الاستاذ حسنين جه، اديني اتكلمت اهو. ارتحتي؟ مش معنى دي اللي قلتيها على طول. كيفك يا ام رجب؟ الحمد لله. دخل الحاجات دي جوا. امال الجماعه في ايه؟ جوه اهو. كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معقول لسه بقول اخويا وقالوا كتير ما جاش. يا ريتك افتكرتي حاجه عدله. وهو في حاجه في الدنيا احسن منك؟ ده مجيتك عندي دي تسوى الدنيا وما فيها. ربنا ما يحرمني منك ولا من كلامك الحلو. وحشتوني والله، وحشتوني يعني قوي. امال الدكتوره سميه فين؟ انا هنا يا عمي. اول ما سمعت صوتك نزلت. ازيك يا عمي؟ ازيك يا دكتوره؟ اقعد امال معانا. قولي لي يا دكتوره، عندك جهاز ضغط؟ طبعا عندي. باباها كان جايب لها جهاز ضغط وسماعه. بتعرفي تشوفي الضغط؟ طبعا يا عمي. حسك كده، انا عايزك تشوفي لي الضغط. هو انت بتشتكي من حاجه يا اخوي؟ لا انا صحتي زي البوم، بس بقول يعني نستفيد من وجود الدكتوره. من عينيا يا عمي، هطلع اجيب جهاز الضغط. لا مش وقته، انا هقعد كام يوم هنا، ولا تتضايقوا من وجودي؟ ده بيتك يا استاذ حسنين، ده انت ما بترضاش تنام فوق وبتنام في الاوضه اللي تحت، وبعدين احنا ضيوفك، بس على الله نبقى ضيوف مش تقال. لا ده انتوا اخف من نسمه والله، ولا يمكن الست سعاد تتضايق. انا؟ طب وانا هتضايق ليه؟ اصلك ما بترحبيش وما بتتكلميش. وايه يا اخويا اللي انت جايبه ده؟ يا ستي شويه حاجات يعني، انا كنت شاريها ولا شاريها، هي موجوده في البلد وخير ربنا كتير. يا ريت تيجوا معايا العزبه تتفرجوا، والله عندي بيت حلو قوي. خلاص نيجي نتفرج. يا ريت تيجي وابنك خالد وحتى المتجوزين لو يرضوا يجوا هم وعيالهم اهلا وسهلا، والست سعاد برضك والست الدكتوره. معلش اعفيني انا وبنتي يا استاذ حسنين، اصل هي عندها كليه ومذاكره وما بتفضاش خالص. فعلا يا عمي، احنا كليتنا ما فيهاش اجازه صيف. ايوه بس برضك يعني هم يومين تريحي فيهم ما يجراش حاجه يعني. يا ريت يا عمي ما اقدرش. يعني ايه؟ هروح انا وابني بس؟ والحاجه؟ ياه ده انا بقالي زمان قوي ما رحتش العزبه. خلاص نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين، المهم نتعشى الاول. جهز العشاء ام رجب. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا.
معلش انا جايه لك بدري، بس قلت الحقك بقى قبل ما تروح المحكمه. اهلا بيكي في اي وقت. هي اخبار دراستك ايه؟ الحمد لله، الكتب اللي جبتها لي نفعتني قوي، كل ما بذاكر فيها بدعي لك. طب يا ستي عال، ذاكري فيهم كده على طول عشان تفضلي تدعي لي على طول. تشربي ايه؟ لا شكرا، انا لسه نازله من البيت وشاربه شاي حالا، بس كنت عايزه اطمن، مفيش اخبار؟ طب ومستعجله ليه؟ انا بصراحه عايزه اضمن ان فلوسك رجعت لك. يا ستي ارجوكي الفلوس دي ما تحمليش همها خالص، انسيها. انا سبق وقلت لك ان انا المبلغ المقدم اللي خدته منكم كبير قوي. انا مش عارفه اقول لك ايه. سمية، تسمحي لي ان انا اقول لك سمية كده على طول؟ طبعا، حضرتك زي... عاوزة تقولي زي والدك. فعلا انا لو كان عندي اولاد كان زمانهم بقوا قدك كده. هو حضرتك ما عندكش اولاد؟ اتفضلي. الحقيقة انا مش متجوز. غريبه. انا اتجوزت وانا في شبابي وقعدنا مع بعض سنتين، طلقنا بعدها ما فكرتش اتجوز تاني. قد كده كنت بتحبها؟ احنا فعلا اتجوزنا عن حب، بس الدنيا صدمتنا والصدمة موتت الحب. بس انا مش عارف ليه انا بوجع دماغك بالموضوع ده. لا ابدا. عموما الحكاية ديت ممكن تهون عليك مشكلتك. مشكلتي انا؟ مشكلتك انك ما تقدريش تتجوزي. انا سبق وقلت لك انا عارف عنك كل حاجة. والدك حكالي كل حاجة عن اخواتك والمرض الوراثي. هو كان بيحكي لي لانه كان بيعتبرني صديق لي مش محامي بس. الحقيقة الحكاية دي كانت مضايقاه جدا. ما تزعليش مني يا سمية، والدك كان بيحمل والدتك مسؤولية موت اخواتك. ماما ملهاش ذنب، لان هي ما كانتش تعرف ان هي بتحمل مرض وراثي. اكيد هي ما كانتش تعرف، بس انت دخلتي كلية الطب وعرفتي كل حاجة، واكيد انت مش ناوية تتجوزي. لا طبعا، انا مش ناوية اتجوز، لان اللي هتجوزه مش هقدر اديله ولاد، لاني مش لازم اخلف. نفس مشكلتي. مش فاهمة. انا كمان لو جوزت مش هقدر ادي مراتي اولاد. احنا الاتنين مشكلتنا واحدة يا نسا سمية. لما اتجوزت قعدنا سنتين ما نخلفش. كان لازم نعرف سبب المشكلة ايه. رحنا للدكاترة وعملنا الكشف اللازم والتحاليل اللازمة، وبعد ظهور نتيجة التحاليل اتضح ان مراتي سليمة وقادرة على الانجاب، وانا لا، ما اقدرش اخلف. طب ما كانش في علاج؟ ابدا، حتى الدكاترة في الخارج قالوا ان مسألة انجابي دي مسألة مستحيلة. عشان كده سبتوا بعض؟ مراتي كانت عندها استعداد انها تضحي باي شيء الا الاولاد. ملهاش حق، مادام في حب. انا كمان ما كنتش عاوز احرمها من الحق الطبيعي ده. طب انت ليه ما فكرتش تتجوز تاني واكرر نفس المأساة تاني؟ فعلا نفس المشكلة. انا فعلا محامي ناجح، بشتغل كتير وبكسب كويس، لكن ما اقدرش انكر ان انا انسان غير سعيد. عشان ما عندكش اولاد؟ ابدا، مش عشان عدم وجود اطفال. فيه ناس كتير عايشين سعداء رغم انهم ما عندهمش اطفال. احنا عيلتنا كلها اولاد واطفال كتير، وانا بعتبرهم زي اولادي تمام. لكن المشكلة الحقيقية عدم وجود زوجة تعيش جنبي، تشاركني ثروتي، نخرج ونتفسح سوا ونسافر للخارج سوا ونقعد نتفرج على برامج التلفزيون سوا. ده هو سبب تعاستي. طب ليه ما حاولتش تلاقي شريكة حياتك اللي تناسبك؟ ما افتكرتش ان انا هلاقيها يا انسة سمية. واحدة وحشة. الانسان تملي محتاج لزوجة تقف جنبه،
ويتكلم معاها ويحكي لها مشاكله. أبسط حاجة يوم الزلزال أنا كنت قاعد لوحدي في البيت، ما اتحركتش من مكاني. ساعتها اتمنيت إن يبقى جنبي زوجة أخاف عليها وأخدها في حضني وأقول لها ما تخافيش أنا جنبك. انت قسيت كتير يا استاذ همام. وانت كمان ممكن تقاسي زيي. انا؟ ايوه، هيجي اليوم اللي هتحتاجي فيه لزوج يقسمك حياتك. عشان كده انا بسألك يا انسة سمية، تقبلي انك تتجوزيني؟ طلبك للجواز معقول؟ مش معقول ليه يا ماما؟ ده قد ابوكي. بس عنده اللي يعوضني. مالك بتتكلمي كده كأنك مقتنعة بكلامه؟ انا بتكلم من وجهة نظره هو. بنت فقيرة وفي كلية ومحتاجة مصاريف، يعني الطريق قدامها مسدود، مش هتقدر تحب انسان تختاره وتتجوزه. وهو راجل غني ومش عايز يجيب اطفال لانه ما يقدرش يجيبها. يبقى هو ده الزوج المناسب، لا يعايرها ولا تعاير. انا اللي نفسي افهمه ازاي جات له الجرأة يطلب منك طلب زي ده وفي فرق بينكم 40 سنة. انا شرحت لك السبب. رديتي عليه وقلتي له ايه؟ ما ردتش عليه لا بآه ولا بلا. قال لي ما تستعجليش في الرد. ما ردتيش عليه في ساعتها ليه وقلتي له لا؟ مش عارفة، حبيت اخلي الموضوع كده معلق. مش عارفة يا حبيبتي ازاي بس تقبلي على نفسك تتجوزي واحد كبير عنك كده. مش يمكن هو ده يا ماما يكون باب اهرب بيه من كل المشاكل؟ فتحي. 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 ايه يا ولد؟ ايه ده يا نص دلوقتي خير؟ تعبانه قوي يا فتحي، شكلي كده حاول. ايه؟ هتولدي؟ انت بتعمل ايه؟ هلبس هدوم عشان اوديك المستشفى. استنى بس شويه كده. استنى كلم ايه؟ ماما الاول. ماما ايه؟ الوقت متاخر يا هدى. بص واحنا رايحين المستشفى هعدي عليها اخدها في سكتنا يعني. ماما مش هروح تيجي تاكسي لوحدها دلوقتي. طبعا عندك حق. طب بصي انا هروح اصحي سمير. استنى بس، معقول هتصحي الولد دلوقتي؟ هو مش معقول هسيبه لوحده واحنا رايحين المستشفى في سكتنا هبقى اوديه عند سته. لا حرام تصحي في وقت متاخر زي دلوقتي. طيب بقى راح اكلم ساميه. تكلمش ساميه دلوقتي؟ معقوله تنزلها في نصاص الليالي وتسيب ماما؟ طب قولي لي اتصرف ازاي؟ مش عارفه اتصرف ازاي يا هدى. انا هقول لك. على مالك؟ بس اقعد ارتاح شويه. بص كلم ماما خليها تجيب خالد ويجي ياخدوني بتاكسي، وانت خليك قاعد هنا مع سامي. لا 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 انا جاي معاكي وهكلم ساميه اول النهار ما يطلع تيجي تقعد معاها. الحقني. ايه يا هدى؟ يا اختي عليك، يا اختي عليك، الف مبروك. هتسموه ايه بقى؟ احنا متفقين انا وفتحي على الاسم من الاول، احمد، مش كده برضه يا فتحي؟ كده يا روح. على فكره بقى ده طالع شبه بابا خالص. انا سمعت لما تكون الست بتحب جوزها اكتر يقوم العيل يطلع شبهه، مش كده ولا ايه؟ امال ايه؟ انتاج متميز. وبعدين مين قال لك ان هو شبهي؟ هو لسه بيقول له شبه؟ طب ايه رايك انه شبهك انت؟ ماشي زي بقى بس ربنا يستر بقى ما يطلعش السقف في السماء العامه زي طب يا امي بقى انا يا دوب امشي عشان اروح الشغل. الله، انت رايح الشغل برضه يعني؟ يا دوب. ليه يا ابني بس؟ ما تخليك النهارده، ده انت ما نمتش كفايه. اعمل ايه بقى عشان خاطر ام احمد زي بعض وكله عشان خاطرها. يلا بقى امشي يا دوب. يلا طب يا حبيبي مع السلامه. يلا تعبينك. السلام عليكم. مع السلامه.
لا تعبيني ايه ده؟ انا سعيد ان انا بقيت خال، مش انا خال ولا ايه؟ طبعا الخال والد مش كده ولا ايه؟ يلا سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. شفتي خالد فرحان بيه ازاي؟ طبعا ما هو بقى خير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. انت مش هتروح تجيب بقى سمير يجي يشوف اخوه؟ هي فرصه اسيبك مع ماما واروح اجيبه بعد اذنك. مع السلامه. بس يا لولا. صباح الخير يا سامية. ايه ده فتحي حبيبي مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، عقبال ما اشيل ولادك. ازيك يا بابا؟ تاني يا حبيبي، ازيك يا سمير؟ الحمد لله. اما جالك حته دين اخ هتفرح بيه اول لما تشوفه. سميته احمد مش كده؟ بالظبط، احمد فتحي اخو سمير فتحي. نفسي اشوفه بشكل. ما هو انا جاي اخدك انت وسمير عشان تشوفوه، بس يا ترى ماما لا ما تقلقش، ما انا لازم اروح المستشفى اشوف احمد وابارك له هدى. انا اديت المفتاح للجيران علشان كل شويه يخشوا يطمنوا على ماما لغايه اما اجي. وانا كلمتها في التليفون بشرتها بالحفيد التاني، دي تفوتني برضه يا سامية. يلا يا حبيبي، يلا عشان تيجي تشوف اخوك في المستشفى. هو مش هيجي هنا بعدين؟ ايوه هيجي. خلاص يبقى اشوفه هنا. ازاي؟ انت لازم تبقى ملهوف كده علشان تشوف اخوك. اخويا ازاي؟ هي ماما هي اللي جابته؟ بص يا حبيبي، ما هو اخوك، هو ابني انت اسمك ايه؟ اسمك سمير فتحي وهو اسمه احمد فتحي وانا فتحي، يعني انتوا الاتنين ولادي، انتوا اخوات. بس انا زعلان من حاجه، ان ماما مش هي اللي جابته. طبعا طنط هدى مطرح ماما دلوقتي. لا، طنط هدى مش ماما. اسمع ما اقولك، انت عاوز تروح ولا مش عاوز تروح؟ طبعا سمير ولد مؤدب بيسمع كلام باباه، بدل بابا عايزه يروح يبقى لازم يروح. لا يا سامي، انا عاوز هو اللي يقول بلسانه انا عاوز اروح. طبعا هو عاوز يروح، بس هيقول كل حاجه دلوقتي. يلا يا حبيبي روح غير هدومك وتعالى. وبعدين يا سامي؟ معلش يا فتحي، شويه على الولد. عنده كام سنة ده؟ حوالي 60 سنة. كام؟ 60؟ ده أكيد مجنون. ومجنون ليه؟ عشان ازاي واحد في سنه يطلب واحدة زيك صغيرة وحلوة؟ بفلوسه. الفلوس بتشتري كل حاجة في الدنيا. طبعا انت اديتيله كلمتين في جنابه. بالعكس، انا ما ردتش عليه خالص. هو طلب مني ان انا افكر. ايوه يا سمية، بس الموضوع ده مش محتاج تفكير. بالعكس انا فعلا هفكر. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ ترفضي الدكتور سعيد وتقبلي راجل زي ده؟ ما هو الراجل ده هو اللي هيخليني اشيل سعيد من دماغي خالص. يا ستي وتشيليه ليه؟ سمية، لا انا عبيطة ولا انت عبيطة، انت اكيد في سر في حياتك محدش يعرفه. فعلا. طب ممكن تقولهولي؟ خايفة منك. من ايه يا ستي؟ من ايه؟ ما تخافيش. هتقولي الدكتور سعيد؟ لا صدقيني وحياتك ما هقوله، بس طمنيني. ياه، ده انا نسيت اقولك خالص، هدى اختي ولدت وجابت ولد. بجد؟ الف مبروك. بس برضو ما تغيريش الموضوع، لازم تقوليلي على السر اللي في حياتك. الله جميل قوي، نفسي ماما تشوف. ان شاء الله اول لما اخرج هاخده واديه لها ان شاء الله. ايه رايك بقى يا اخ سمير فتحي في اخوك الفاضل احمد فتحي؟ حلو مش كده؟ بس صغير قوي. يا سلام، هو انت يعني اتولدت كبير زي ما انت كده؟ ما انت كنت قده اول ما اتولدت. يا اخي بكره يكبر ويلعب معاك الكوره كمان. لا يلعب كرة مين؟ ده هيبقى حكم، الفرق بينهم وبين بعض 11 سنة. ربنا يخليهولك ويتربى في عزك في حياتك ان شاء الله. طيب يلا يا سامي عشان اوصلك انت وسمير عند ماما. لا خليك انت، احنا هنركب تاكسي. انا هوصلكم. ابقي سلمي لي على ماما قوي. الله يسلمك، على فكره هي بتسلم عليكي وبتبوسك انت واحمد. طيب هو ده، انا مش هتاخر. يلا اتفضل. يلا مع السلامه. باي باي. طبعا مع السلامه. الا ما قالك مبروك يا طنط، ولا شاف الولد عدل. سمير اختي بصراحه بقى كده، انا الواد ده ما بينزلنيش من طول. حرام يا ماما، ده برضه مهما كان طفل يتيم. ايه ده؟ عماد خضتني. كويس انك انت جيت. انتي خارجه ولا ايه؟ راح المستشفى عند هدى. مش هدى ولدت؟ لا والله هدى ولدت. عقبالك. ميرسي يا حبيبي. ايه انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا انا عايز اطلع انام كده
كل لقمه ورايح شويه. لا لا، استنى بس يا حبيبي، ما تيجي معايا المستشفى وهو بالمره ناكل لنا لقمه بره. مش معقوله هتستنى جعان لغايه ما ترجع البيت. انت مش عامله غدا النهارده مش كده؟ لا ازاي، ده انا عامله اكل كتير قوي. عامله بيتزا وعامله حمام محشي وكمان ملوخيه. بس انا قلت يعني يا عماد، ايه رايك ان احنا نروح مكان رومانسي يا حبيبي ناكل فيه، وهو بالمره يمكن تقول لي كلمتين حلوين. انت مش عامله اكل من الاخر. اتفضلي ناكل بره. مصاريف على الفاضي. خلاص مصاريف على الفاضي خلاص. يا اختي والله الدنيا حالها انشقلب خالص. ده انا لما كنت بولد كنت بقعد 7 ايام في السرير، وبعد كده 40 يوم ما اخرجش بره البيت. عندك ولاد قد ايه يا ام رجب؟ عندي اسم الله عليه رجب جدع، وعندي بنتين صغيرين جوزتهم بدري. ليه بس جوزتيهم بدري؟ يا اختي جواز البنات سترة. وجوزك موجود؟ طلعت منه وهو متجوز ومخلف. المهم مش هتروحي الهدى في المستشفى؟ طبعا لازم اروح، بس ما اعرفش طريق المستشفى فين. قولي لخالد وهو يوديكي، ما يتأخرش ابدا. يا ريت اول ما يجي نقول له. سمية ايه يا سمية، انت مش بتردي عليا ليه؟ ابدا انا موجوده. موجودة فين يا بنتي؟ انا خرجت من المحاضرة ما لقيتكيش. في حاجه؟ ايه يا سمية، وانت هتهربي مني زي ما بتهربي من الدكتور سعيد؟ وههرب منك ليه؟ عشان ما تقوليش على السر اللي في حياتك. مش انتي وعدتيني انك هتقولي لي؟ احسن ما تعرفيش يا نجوى. بصي يا سمية، انا هقولك على حاجة. احنا اصحاب من زمان، وكتير قوي البني ادم بيحتاج لصديق اكتر من اخ. معاكي حق، انا هحكي لك، بس توعديني انك ما تقوليش لحد، والا مش هتشوفي وشي تاني. يا سمير. نعم يا بابا. لا انا خارج، مش عاوز حاجه. لا شكرا. بابا هو البيبي الصغير ده اللي جاي يعني هيعيش معانا هنا؟ امال هيعيش فين؟ بتسال ليه؟ لا يعني كده سؤال عادي. لا يا حبيبي، ده مش سؤال عادي، ده سؤال سخيف. لان اي بيبي في الدنيا بيعيش مع ابوه ومع امه، وانا ابوه وماما هدى مامته. يبقى هيعيش فين؟ هيعيش هنا. على فكره يا سمير، اسئلتك اليومين دول بقت اسئله سخيفه، وتصرفاتك برضه. بالك من نفسك يا حبيبي. يا حبيبتي يا سمية، انا ما كنتش اتخيل ابدا ان ده سبب رفضك للدكتور سعيد. عرفتي بقى ليه انا كان لازم ارفضه؟ فعلا معاكي حق، بس مش جايز هو يعني. ما تكمليش، عايزاني احرمه من متعه الانجاب. على فكره انا لو كنت قلت له ان احنا ما نخلفش كان هيوافق، انما يبقى حرام عليا. فعلا معاكي حق. ارجوكي يا نجوى، السر ده ما تقوليش عليه لحد ابدا. حاضر يا سمية، طبعا ده سر في حياتك، ولازم تعرفي ان انا عمري ما هقول لحد ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك منه، اوعي ترضعيه صناعي. لا طبعا يا ماما. وبعد سنه ولا 2 كده تجيب لكم واحد تاني. يا ماما، واحنا خلصنا من الاولاني لما هنجيب واحد تاني؟ انت ما شفتيش ابوه فرحان بيه ازاي؟ الحقيقه انا كنت خايفه لحسن بعدين يعني ما ياخدش باله منه. ازاي بقى؟ هو ده برضو مش ابنه. عندك حق، ده انا غالي. ادخل. اهلا 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 بيكي. اهلا يا حاجه. ألف مبروك يا أختي. الله يبارك فيكي، اهلا وسهلا. اتفضلوا. الله يبارك فيكي. اهلا يا هدى، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك. مبروك مجالك يا حبيبتي. يا اختي اسم الله اسم الله اسم الله، الله اكبر، صلاه النبي احسن. امور قوي يا اختي. معلش بقى انا اصلي لا بقدر اروح ولا اعرف اجيب حاجه، فدي حاجه بسيطه بقى انتوا تبقوا تجيبوها. يا خبر. الف مبروك يا هدى. الله زي القمر. والله ما له لازمه ابدا يا حاجه، ده انت خطوتك عندنا عزيزه قوي. بصراحه انا قلت لازم اجي، ده اول حفيد للمرحوم، وانا دلوقتي بداله ولازم اقوم بالواجب عنه. كلك واجب يا حاجه. عقبال كده مهما تقوم بالسلامه يا رب. وهتروحي لها؟
الله طبعا، مادام رحت الواحده لازم اروح للكل. وعقبال بنتك في بيت عجلها يا سعاد. متشكره قوي. يا خرابي، متشكره قوي. اديك قلت كلمتين طالعين من بقك. يعني ايه يا ست عزيزه؟ يعني قلتي متشكره قوي. قلتك ايه يا ست عزيزه؟ البنيه كلامها قليل. زعلانه انت ليه بس؟ وهزعل من ايه؟ ده عنده معسل دسترافي. على فكرة انت هتطلعي دكتورة شاطرة جدا. بس انت بعتلي ليه؟ انا حسيت انك مهتمة بالمرض ده لما طلبت مني الكتاب. اصل احنا كان لينا جار عنده الحالة دي. اسمك ايه يا حبيبي؟ محمد. عندك كام سنة؟ 11 سنة. بتروح المدرسة؟ كنت بروح بس دلوقتي مش قادرة امشي. انت عارفة ان الحالة دي ما بتأثرش على عقل الطفل ولا ذكائه. اكتب لنا حاجة تخففه ان شاء الله يخليك يا دكتور. ربنا يسهل. المشكلة ان عنده اخوات بنات. عنده بنتين وهو الوحيد عليهم. انا لازم اقنع امه ان اخواته البنات ما يتجوزوش. لا ما تحاوليش. عموما انا دهتلك عشان تشوف الحالة دي لان حسيتك مهتمة بيها. متشكرة قوي. اتفضلي معايا. صباح الخير يا اسطى. اهلا، صباح الخير يا خالد. معلش يا اسطى اتاخرت عليك شويه، اصل كنت بوصل مراتات ابويا لحد المستشفى. مستشفى ايه لا سمح الله؟ لا خير ان شاء الله، دول كانوا بيزوروا اخته اللي ولدت. يعني راحوا لها؟ راحوا لها، ده حتى الحاجه عفاف اللي ما بتروحش في اي حته ابدا راحت زارتها. ده باين عليها ست طيبه قوي. والله العظيم يا اسطى ست اميره وطيبه. المهم قول لي اساعدك في ايه؟ لا 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 لا، الورشه النهارده ما فيهاش حاجه. ممكن تطلع لهم فوق للجماعه وتسلم عليهم وتيجي بعد شويه. ربنا يكرمك يا اسطى يا رب ويبارك لك، عن اذنك. اتفضل، مع السلامه. مع السلامه. ماشي. اول ما شفتك زحلقته على طول. في اجتماع النهارده. اجتماع ليه؟ لما تيجي هتعرف. حاضر هجيلك الساعه 11 بالليل ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه؟ خالد؟ ازيك يا حنان؟ وحشتيني. بجد يا خالد؟ والله العظيم بجد. طيب هو انا ما وحشتكيش؟ وحشتني طبعا. يا ماما هنا؟ جوه. طب يا رب تكون بتعمل اي حاجه عشان تتاخر شويه. تأخر ليه؟ لا مفيش اي حاجه يعني، عشان نتكلم مع بعض شويه يا حنان. احنا لا بنتكلم مع بعض ولا حتى بنخرج. يا شوف الطمع، انا مش كنت معاك عند مها قريب؟ ايوه حبيبتي، بس ده من مده كبيره قوي. حبيبتي نفسي نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض عشان خاطري. اسكتي صحيح، مش هدى خلفت؟ مبروك. جابت ايه؟ جابت ولد يا حبيبتي. عقبال. مش انتي برضو بتحبي العيال؟ طبعا بحبهم، هو في حد بيكرههم؟ لكن الكلام ده مش اوانه دلوقتي، لما نبقى نتجوز الاول. ومالك بتقوليها كده يا حبيبتي؟ الحكايه بانها هتطول. ليه بس يا حنان؟ بابا بيقول ان بقالك كام يوم ما بتجيبلوش حاجه. حبيبتي ما انت عارفه الاعمال الحره، ساعات المساله يعني تقع على خبطه تقيله وساعات تخسع. انا خايفه قوي يا خالد. من ايه بس يا حنان؟ انا اكتر واحده تعرف ابوها. لعلمك بقى هو مش هيتمم الجوازه الا لو كان المبلغ كله معاك. انا عارف يا حبيبتي، بس ان شاء الله ربنا هيسهل والامور كلها تبقى تمام ان شاء الله. انا مش مصدقه يا خالد، معقوله هيكون ليا انا وانت بيت لوحدينا؟ انا البيت اللي عامله لك ده مش هيبقى بيت، هيبقى جنه يا روح قلبي. انا لو عليا اعيش معاك على البلاط، لكن ابويا وامي بقى. يعني انت يا حبيبتي راضيه بيا مهما كنت؟ يعني انت مش عارف؟ لا انا عارف كويس، بس بحب اسمع الكلام الحلو ده منك. بتتكلمي مع مين يا حنان؟ ده خالد يا ماما، لسه جاي اهو. ملحقناش نتكلم يا طماع، ما احنا اتكلمنا اهو. ازيك يا خالد؟ الحمد لله يا خالتي، يا رب تسلمي يا رب. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ طب وفيها ايه يا خالتي؟ انا جاي ازور خطيبتي. لا يعني انت مش عندك شغل؟ ها؟ لا ما انا واخد اذن من الاسطى عبده. ما فيش سمسرة عربيات اليومين دول ولا ايه؟ لا يا خالتي، ما انت عارفه الظروف يعني من ده على ده، بس ان شاء الله الامور في الفتره اللي جايه تتحسن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شوفي خالد يشرب ايه؟ طيب هستأذن انا بقى يا خالتي. مع السلامه يا حبيبي. انت هتمشي تروح فين؟ خليك قاعد معايا شويه. انا اعمل ايه بس يا حبيبتي؟
امشي بقى ولا ما اسمع لي كلمتين زياده؟ طب ما تغيبش عليا. حاضر يا حبيبتي قلبي، مش عايز حاجه. بكره الصبح هسافر وهاخدكم معايا تقضوا يومين معايا هناك. بس الست عزيزة روحت مع بنتها على بيتها ومش معقول هتقدر تيجي. كلم مامتك يا خالد، شوفها هتقدر تيجي معانا ولا لا. ما افتكرش يا عمي، ما اظنش يعني ان هي هتقدر تسيب اختي. عموما انا هتصل بيها واسالها. ابقي فكريني يا دكتوره تقيسي لي الضغط، ولما تتخرجي تكتبي لي الروشته بقى. من عينيا يا عم. تسلم عينيك، والله زي ما عملت يا ست سعاد انك دخلتيها الطب. هي اللي كانت عايزه كده. امال اهو كده ابقى مطمن على الحاجه عفاف، اقول معاها دكتوره. لسه بدري يا عم. ولما تخلص تكون اتجوزت. لا اطمني، انا هقعد معاكي ومع ماما على طول. ازاي بقى؟ دراسة الطب محتاجة لتفرغ حتى بعد ما اتخرج، وانا نويت اتفرغ للطب. اهو كلام يا بنتي، بكره اما يجي ابن الحلال مش هتفكري في الكلام ده خالص. ماما بتقول روح انتوا، هي هتقعد عند هدى اسبوع ولا ايه؟ ملحوقه، تبقى تيجي معانا لما نروح مره تانية. بس انا يا عمي صعب ان انا اغيب من الكلية. بكره الخميس وهي 3 ساعات ونوصل، ونعاود على يوم السبت، يعني مش هيفوتك الا يوم واحد في الدراسه، واحنا لسه في اول الدراسه. خلاص بقى، خلاص يا حبيبتي ما تكسفيش عمك. بس لو الحاجه ما جاتش معانا احنا مش هنروح. لا الحاجه لازم تيجي، الحاجه اصلي لازمها تغيير جو. خالد معاكوا بقى كفايه. ودي معقوله؟ ده احنا ما نستغناش عنك يا ماما عفاف. خلاص اتفقنا، بكره الصبح من بدري هنمشي. سمي هاتي بسم الله الرحمن الرحيم. يغدي حلو يا ماما؟ زي القمر ربنا يخليه. اظن انت بقى فرحانه بيه. بس بصراحه فرحانه بيكي انت اكتر علشان جيتي وقعدتي معايا. ما انا ما كنتش اقدر اسيبك وانت نافسه كده في الاول. اصلا الحقيقه بتكسف من جوزك قوي. معقوله يا ماما بتتكسفي من فتحي؟ ده فتحي ده طيب قوي، بس انا اكتر حاجه مزعلاني اني حرمتك من فسحه العزبه. يا اختي انا الولد عندي احسن من 60 عزبه. بكره الصبح هتلاقي بقى الست سعاد وبنتها رايحين العزبه. مش مهم بقى يا ماما، خليهم يتفسحوا وينبسطوا. يا اختي يتفسحوا ولا ما يتفسحوش. يا اهلا يا اهلا حاج عفاف، اتاري العزبه كلتها نورت. يا اهلا وسهلا. ازيك يا سيدة؟ ان شاء الله تسلمي. يا اهلا يا اهلا. يلا حضري الفطور جوام. حاضر يا سعاده البيه حاضر. وما تنسيش الفطير المشلتت. من عينيا الاثنين. يلا يا حاج. اتفضلوا اهلا وسهلا. يا سلام، بقالي زمان ما جيتش هنا. معقوله حد يكون عنده عزبه حلوه زي دي وما يجيش يعيش فيها؟ يا ابني دي مش عزبتي، دي عزبة اخويا. الله، وعزبتي ايه وعزبتك ايه يا حجه؟ والله تحايلتي عليها عشان تيجي تقعد هنا ما رضياش واصل. لا، لما تكون الجنة نفسها ما سيبش بيتي ابدا. بيتي اللي عشت فيه عمري وشبابي وكهولتي بناهولي المرحوم طوبة طوبة لحد ما بقى سرايا. ربنا يديك طول العمر يا ام عفاف. هو عاد في العمر قد ايه يا خالد؟ ما خلاص يا ابني. ربنا يخليكي لينا يا رب. ايه عجبتك الفيلا يا ست سعاد؟ لا ولسه هنفرجك عليها كمان، وبعد شويه ناخدكم كده ونفرجكم على عزبه اخرى. دي جميله وشرحه قوي. وانت يا دكتور ايه يعني ما قلتيش حاجه؟ هقول ايه يا عمي؟ ربنا يوفقك، حاجة حلوة فعلا. بقول لك يا خالد، ما تاخد اختك سميه وتلف حوالين الدار تتفرج على البلد على ما الفطور يجهز. حاكم الفطير بياخد وقت. والله العظيم فكره. امال يلا يا سميه. يلا بينا، عن اذنك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. يلا من هنا من هنا يا شباب، من هنا. والله زمان يا حجه. فاكر اخر مرة جيت هنا امتى؟ ايوه امال نهار فرح الواد الاخراني. مظبوط. هو حضرتك عندك ولاد يا استاذ حسنين؟ ايوه امال عندي ولاد وكلتهم متجوزين. حاكم انا اتجوزت صغير قوي. امال اتجوزت وانا طالب بدرس في الحقوق. امال المدام فين؟ فاتت لك طول العمر الله يرحمها. كانت عشرتها زين، ومن يوميها حلفت ما فيش ست تدخل الدار دي. بس يا اخوي مش معقول تستنى من غير جوازك دي.
في الدار الكبيرة دي عايزة واحدة ست. طبعا يدي على كتفك. انت عليك العروسه وانا عليا الجواز، وابقى صوم 3 ايام لاجل الحلفان بقى. يا بخت اللي هتاخدك يا حسنين يا اخوي. انا مش بقولك ده عشان اخوي، حسنين ده طيب قوي. ايه ما بترديش ليه؟ مش عاجبك الكلام ولا انت مش شايفاني طيب؟ ازاي بقى؟ ده انت طيب واصيل وابن ناس صحيح. يا بوي كلمتين حلوين قوي طالعين من خشمك يا بوي. انا تو ارتحت دلوقتي. الله، الجو هنا مش معقول يا خالد، ساحر. كان نفسي حنان تبقى معايا. كانوا هيرضوا يخلوها تيجي هنا؟ لا طبعا. بحبها يا خلودة. بحبها، ده انا بموت فيها. يا بختها. صدقي بالله دي لو طلبت عينيا اديهم لها. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اساعدها. ربنا يهنيكوا يا رب. يا رب. تعرف انا نفسي في ايه؟ اجيب كرسي واقعد هنا اذاكر. كرسي وتذاكري؟ يا سلام، بدل ما تتمتعي بالطبيعه الجميله دي عايزه تذاكري؟ يا بنتي مفيش حاجه في دماغي غير المذاكره. هو انا ورايا غيرها؟ يا خساره يا خالد. يا خساره؟ يا خساره ايه؟ كان نفسي تكمل تعليمك، انا زعلانه علشانك قوي. خلاص يا سميه ما عادش ينفع، انا كبرت بقى على موضوع التعليم. انت مش شايفاني بقيت شحط عامل ازاي؟ انا خلاص قربت اتجوز. ادعي لي بس ان ربنا يكرمني واقدر اوفي طلباتي قدام نسايبي. ان شاء الله ربنا يوفقك. بس انت مش ملاحظ ان احنا ما بنقعدش كتير مع بعض؟ يمكن دي تاني مره نقعد فيها مع بعض بعد عزومه معها. فعلا، بس انت شكلك كده عايزه تقولي حاجه. فعلا انا عايزه اقولك انت ليه ما كملتش تعليمك؟ قلت لك يا سميه، قلت لك ما عادش ينفع. ارجوك اقفلي الموضوع ده بقى. طب وانت هتعمل ايه بقى بكره لما ما تروحش الشغل؟ الاسطى مش هيزعل منك؟ لا ما يزعلش مني، ده راجل طيب قوي. ربنا يوفقك يا خالد. يلا نكمل فرجه.